سلام حبيباتي، ان شاء الله راكم كامل في صحه جيده، وان شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو وانتم في احسن الاحوال. طليت عليكم بالخير والربح والصحه والعافيه وبزاف الدراهم وبزاف تحقيق الامنيات ليا وليكم يا رب العالمين. اليوم روتين بزاف شباب متنوع، فيه بزاف افكار وبزاف همسات وكلام راح نحكيوه مع بعض. وفيه ايضا وصفه تاع الطعام تاع التلمسان وتنظيف الصالون. اليوم راح نقيو الصالون ان شاء الله مع بعض، تنظيف عميق، تنظيف اللي تحبوه. بديت بفطور الصباح كما والفتوني، ديما نشارك معكم فطور صباحي يكون مليح هكا شباب. كي تكون عندي حل فكره شابه ولا نشاركها معكم. هذه الفكره كنت ديجا شاركتها معكم تاع البيض اللي تقليوه في الماء. اليوم راح ندير 2 حبات بيض باسكو راحنا في زوج هنا في الدار. ندير 2 حبات بيض وراح نوجد فطوري الصباحي الصحي ان شاء الله معاكم. وان شاء الله راكم تديو افكار، ماذا بيا تبدلوا ان شاء الله يا رب العالمين. بدلوا معايا، شوفوا ديروا لي الكوراج وندير لكم الكوراج باش ما نوليوش للعاده السيئه نتاع القهوه. باسكو عاده سيئه يا البنات، القهوه ولا حليب بالقهوه مخلط. المهم حلويات كرواسون هذوك الكاطو الصباح ماشي كاع ملاح البنات. شوفوا ما كاش كيما تاكلي حاجه مالحه وحاجه مليحه، شوفوا حاجه فيها الفايده. ديجا على بالكم بلي البيض فيه البروتين وفيه طاقه، يعني الصباح ماذا بيك تزودي الجسم تاعك بالبروتين، والبروتين هو يمد لك الطاقه. البنات اليوم حبيت نجاوب واحد الاخت كانت سالتني دو فوا مسكينه وهي تسالني، وانا هذاك لا فيديو كنت ديجا خدماته ورايحه نحطه، يعني ماشي لي باش نجاوبك فيه. مهم جاسبر ان شاء الله تسمحي لي وتعذريني. اليوم رايحه نجاوب اختي ونعطيك نصيحتي من خالص تجربتي. كانت هاد الاخت سقساتني قالت لي راني حابه نحبس الخدمه، واش تنصحيني في كنتي تاني كنتي خدامه في البلاد وحبستي الخدمه، انا تاني كنت خدامه وكي جيت لهنا حبست الخدمه. مهم راح نعطيك تجربتي الخاصه. شوفي اول حاجه، يعني قبل ما تسقسيني انا وقبل ما تسقسي اي شخص في هذه الدنيا، سقسي رب العالمين. شوفي الاستخاره في كل امورك وما ديريهاش غير خطره. ماشي مره ديريها شغل تجيك واحد العفسه هكا في راسك وتقولي يا صحيح راني مليحه هذيك هي، نمشي نتبع هذا الراي. لا، استخاره صليها. شوفي على الاقل 5 ولا 7 مرات. على بالك شوفي السلف الصالح يقول لك كان يصليوا الاستخاره حتى ل40 مره. كي يكونوا حابين زعما رايحين على واحد الامر يصليوها حتى ل40 مره باش ربي سبحانه وتعالى يبين لهم الطريق الصح. انت صلي الاستخاره، هي اول حاجه صلي صلاه الاستخاره. ثاني حاجه، مليح الانسان اللي يشاور. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك وامرهم شورى بينهم وما خاب من استخار. والدين النصيحه، يعني كاين بزاف احاديث واقوال تاع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الامر. شوفي حبيبتي، اول حاجه خاصك ديري جدول. الجدول هذاك قسميه على 2، حطي سلبيات العمل وايجابيات العمل، ومن بعد حطي ورقه واحده اخرى سلبيات القعاد في الدار وايجابيات القعاد في الدار. اكتبي هذوك السلبيات، يعني انتي تعرفي، شوفي انتي تعرفي تفاصيل حياتك. انتي شحال تخلصي، شحال يخلص راجلك، انتي شحال تدخلي في هذاك الشهر، يعني مصروفك شحال تخرجي مصروف، شحال تصرفي، شحال عندك اولاد. يعني ما تقدريش تقيسي التجربه تاعك على تجربه تاع شخص اخر. باسكو في الدار باغ اكزومبل، في الدار راجلك انت ماشي كما راجل واحد اخرى. راجلك فحشوش ويصرف، كاينه واحد اخرى راجلها ما يصرفش، ولا العكس. بالك هذيك واحد اخرى حبست الخدمه وراها اليس باسكو راجلها عنده بدراهمه مقلشها. انت بالك لو كانت تحبسي الخدمه غادي تنغبني، ولا لو كونترير بالك انت تحبسي الخدمه غادي تعيشي غايه. المصروف، كاين وحده تصرف ما على باليش تصرف 5 ملايين 6 ملايين في الشهر، كاين وحده تصرف 10 ملايين في الشهر باسكو عندها بزاف، عندها دراهم وعندها اولادها وعندها يعني عائله كبيره تصرف بزاف. كاين اللي تصرف 2 ملايين 3 باسكو ماشي عائله صغيره ولا. ديجا راه كلش غالي، ما نقولوش 2 3 باسكو ما راهمش يقدوا. يحلي اللي ما عنده الشهريه مليحه، ويحلي اللي ما يخلصش مليح ولا اللي ما يخدمش. ربي يكون في العون. بصح على الاقل انت تعرفي مخروجك، انت تعرفي شحال راكي تدخلي وانت تعرفي شحال راكي تخرجي. ثاني حاجه، واحده اخرى عندها الاولاد، عفوا، واحده اخرى ما عندهاش الاولاد، الا قعدت في الدار ما غاديش تنغبن باسكو كيما نقولوا ما راحش تزيد مصروف زياده في حياتها. بصح انتي الا عندك الاولاد وراح تقعدي في الدار، يعني راح تنقصي مدخول من مداخيلك، يعني راح تنقصي المصاريف، يعني بالك راح ولادك يحتاجوا اكثر. المهم يعني الفكره اللي راح نعطيها لك، يعني ما تقيسيش انتيا حياتك الشخصيه وتجربتك انت والسيتوياسيون اللي راكي فيها انتيا على اشخاص اخرين. لكن هذا الجدول اللي راني مديته لك قلت لك كتبي فيه السلبيات والايجابيات، السلبيات تاع هذيك الحاجه والايجابيات تاع هذيك الحاجه. الا لقيتي الايجابيات في العمل
يعني كي تقعدي خدامه لقيتي بزاف ايجابيات في هذيك الخدمه، باغ اكزومبل رايحه تسيتي هذوك الايجابيات، هو انك عندك شهريه فيكسي، يعني على الاقل راكي تخلصي ودراهمك في جيبك. اذا حبستي الخدمه رايحه تقعدي تتكلي على الزوج يمدلك، هذه الاولى. الحاجه الزوجه، انت كي راه عندك شهريه انت راكي تعاوني الزوج، باغ اكزومبل بالك راكي تعاونيه في الكرا، بالك راكي تعاوني في مصروف الدار، بالك انت اللي راكي مستكلفه بصوالح ولادك. كي تحبسي الخدمه هادشي راح ينقص. هذه لازم تشوفيها وتكتبيها، من الايجابيات ومن السلبيات، من الايجابيات ومن السلبيات. نقولوا مثلا الايجابيات تاع القعد في الدار، انت راح تقعدي في الدار، راح تشبعي راحه، راح تشبعي ولادك تربيهم قدام عينك، ماشي كما اللي كل يوم حاطتهم في عند مربيه ولا في لاكخاش ولا عند ماماك ولا عند عجوزتك. ولادك راح يقعدوا يتربوا على عينك، وانت في تعليقك اصلا قلتي لي حسيت باللي راني ماشي مهتمه بولادي، يعني عقلت على تعليقك، والنقطه هذه اللي عقلت عليها مليح مليح. دوك انتي كتبي هاد الحاجه، كتبيها تاني مع الايجابيات والسلبيات، يعني السبب الرئيسي علاش راكي حابه تقعدي في الدار، والسبب الرئيسي تاني اللي يخليك تخدمي، انتي تكتبيهم وتعرفي مخروجك. اما انا عن تجربتي الشخصيه راح نعطيك تجربه. انا جربت زوج صوالح. جربت المره الاولى انني حبست الخدمه فورسي، يعني حبستها فورسي. كي حبستها كان الراجل يعني ما كاش يخدم، ماشي ما يخدمش، يعني يخدم بصح عنده شهريه قليله. ما وليت محتاجه كل شيء، وليت كل حاجه نشوف فيها بعينيا وما نقدر لهاش، مع اني كنت خدامه وكنت قادره نجيبها، والحمد لله كانت عندي شهريه مليحه. حبست الخدمه فورسي، يعني ماشي تاع خاطر، يعني تاع بالسيف عليا حبست بامر من الاوامر، المهم من السلطات العليا. لقيت روحي انا الضايعه، لقيت روحي نشوف في الناس، نخرج نلقى الناس تشري، نشوف الناس عندها دراهمها في جيبها، نشوف صحاباتي اللي كانوا معايا خدامات كيفاش راهم، كيفاش تطوروا، يعني كيفاش. انا وليت حسيت راسي وليت لاغيير، يعني حتى في عقليتي، حتى في تخمامي، حتى في ثقافتي وليت، يعني ديكاليت الناس تزيد افونسي وانا وليت لاريير. ومن بعد رجعت للخدمه وليت نخدم، وراني كنت خدامه، خدمت، مهم انا عندي خبره تاع 14 عام تاع خدمه. المهم من بعد ما حبست هذيك الطروازون تاع وانا محبسه، حبست هذيك الطروازون، من بعد رجعت. كي رجعت من بعد عاود ريبرونيت في الحياه تاع العمل، في الخدمه، شهريتي تحتي راني يعني ما نقولوش متحرره بهذاك المنطق اللي يفهموه واحد اخرين، لكن متحرره من الكوتي ماتيريال، من الجانب المادي. يعني الزوج ما راحش تكلي عليه في كل شيء، اكيد الزوج لازم بالسيف عليه يصرف عليك، يعني هذه واجب القوامه على الرجل. لكن انا حسيت روحي يعني شويه مستقله، نقدر نشري حاجه اللي نحبها، نقدر نشري اي حاجه زعما جات في خاطري، نقدر نعاون الزوج. أه وليت لهذاك الدومين تاع الخدمه تاعي، وصاي استقريت وراني موالفه خدمتي. بين ليلة وضحاها أنا ما قدرتش نعيش مع دار الزوج، ما قدرتش نعيش أنا في بلاد وراجلي في بلاد. دوك الدروة كان نعطيك تجربتي الشخصية. أنا ما قدرتش نعيش راجلي في بلاد، أنا في تلمسان وراجلي هنا، يجي مرة على مرة، يعاود يروح يعاود يجي. كي يجي نفرح باللي جا، نفوتوا هذيك الشهرين ولا ثلاثة يقعدها معايا، ومن بعد عاود يروح، لازم يروح يخدم. في الأول صح ما كاش يخدم سي بصح دوك راه يخدم سي، بصح انايا حسيت روحي زعما ماشي عيشه. باش تعيشي في بلاد وهو في بلاد ماشي كاع عيشه، وانا حابه نجيب دراري، يعني شحال ما راكي بعيده عليه، شحال ما الفرص تقل. كي تكوني انت وياه على الاقل يعني عندك فرص باش تجيبي دراري. قررت بين ليله وضحاها انني نجي، مع اني كنت ضد فكره انني نسافر خارج البلد، لانه عندي خدمتي وانا جو سوي لا في اونيك عند ماما، يعني بنت وحده. كانت بالنسبه لي فكره السفر وباش نخلي ماما في بلاد عود انا في بلاد، كانت بالنسبه لي هذه مستحيل اني نديرها. ومع اني رفضت، شوفوا سبحان الله، اي حاجه ترفضيها ربي يكتبها لك. رفضت، كان خطبني مغترب قبل الزوج تاعي، ورفضته على جال هذا السبب باش ما نروحش معاه. هاد الزوج تاعي كي خطبني تفاهمنا بلي انا نقعد في تلمسان، هو يجي هنايا ومن بعد يبقى يروح ويجي. انا يعني عجبتني الفكره هذه، وانني نكون متزوجه مستقره، عندي داري الحمد لله، يعني من الاول رحت ديريكتومون لداري، و ميم طون راني خدامه وراني مع ما، وخطر على خطر الزوج تاعي يروح ويجي يروح ويجي، وهذه هي. قال لي بلا ما نرفد دومي روتريت، هكذا تفهمنا. من بعد انا قلت لكم ما قدرتش، خلاص سي بون، الصبر ما بقاش.
شويه مشاكل عائليه، شويه ما قدرتش الميليو تاع اللوسه والعجوزه وهذه ودي ورد ودي ورد، خلاص باش نروح عند راجلي ونتهنى منهم ديفينيتيفمون. ماشي نتهنى منهم يعني ما جيتش على جالهم، جيت على جال باش نقعد مع الزوج تاعي. يعني الزوجه تليق لها دارها وخلاص. هنا قررت انني نسمح في خدمتي، هنايا سمحت في خدمتي بكامل ارادتي، يعني بكامل ارادتي. والزوج الكريم ما عمره ما سيف عليا ولا قال لي خدمي، يعني خدمي ولا ما تخدميش. يعني باش نقول لك الخدمه الاولى حبستها فورسي، هذا كان زواجي الاول، هكذا باش نفهمك. هذا كان زواجي الاول وحبست الخدمه فورسي. من بعد رجعت نخدم وتزوجت وقعدت نخدم. تزوجت هذا الزوج هذا عمره في حياته ولا سيف عليا لان نحبس الخدمه ولا نخدم ولا دخل في الدورو تاعي ولا قال لي اعطيني ولا والو. يعني يجي للبلاد يجيب دراهمه يزيد هو يعطيني كل شهر، يبعث لي كي كنت تما كان يبعث لي، يعني عندي شهريتي ويبعث لي. يعني كنت مستوسعه الحمد لله. ومع ذلك حبست الخدمه بكامل ارادتي. علاش؟ ضحيت بخدمتي على جال الزوج، يعني باش نجي معاه لهنا وباش نقعد معاه ونقعد توجور هنا معاه كما اللي يعني اي زوجه مع راجلها. هنا حبست الخدمه يعني بارادتي، بصح ما ندمتش. علاش؟ لانه الحمد لله الزوج كافيني. يعني هو مام هنايا يقول لي تحبي روحي دبري خدمه، روحي دبري خدمه. انا الان انا مانيش حابه نخدم، انا والفت صاي، والفت هذا الريجيم تاع الدار، نوضي الصباح مع صوالحك طيبي. والفت حجابي انا باش نبدل هنايا نروح نخدم ونحي حجابي على جال زوج دورو تاعهم، ما نحيش انا حجابي الشرعي. والفرص قليله هنايا باش تلقاي خدمه بالحجاب كما هكذاك، فرص قليله. لذلك قررت خلاص راني مليحه، راني امراه ماكثه في البيت وراني لاباس بيا الحمد لله. يعني ما نقولكش راني مستوسعه 100% ولا عندي دراهم 100%، لانه كلش غالي هنايا، الكرا المصروف كلش يجبد من كل حدب وصوب. بصح على الاقل يعني قانعه بالشيء اللي عطاني ربي، وقانعه انني ضحيت بخدمتي في جال راجلي اللي يستاهل نضحي على جاله. يعني علاش حكيت لك هذه التجربه الشخصيه؟ لانه في الاول كي حبست الخدمه، حبسني الخدمه وانا ما عنديش دورو وهو ما يمدليش دورو، يعني قعدت للزلط. والمره الثانيه حبست الخدمه وراني معاه باسكو هو يستاهل نحبس الخدمه على جاله، و ميم طون كافيني الحمد لله. دونك هنا شوفي غير بين انا في نفسي انايا شخصيتي انا ولا تجربتي الشخصيه انا، راه عندي زوج تجربات. وحده ما كنتش مقتنعه انني حبست، والزوجه راني مقتنعه انني حبست. يعني الميساج اللي حبيت نوصله لك هو انك انتي شخصيا لازم انتي تقرري وتعرفي واش تقرري. من بعد ما تصلي صلاة الاستخارة ديري هذاك الجدول اللي قلت لك عليه وخمي مليح مليح. هذه هي. شوفي صوالح اللي ملاح في القعد في الدار، وشوفي صوالح اللي ماشي ملاح في القعد في الدار، وانت راح تعرفي. حتى واحد ما راي عليك. شوفي في هالدنيا ما تسمعي حتى راي واحد، وما تقارني نفسك بحتى وحده. يعني تشوفي وحده راهي خدامه وحبت خدمتها وراهي لاباس، بالك هي راهي توري لك لاباس باش ما توريش لي ديتاي تاع المأساة نتاعها ولا تاع المعاناة نتاعها. وكاين بالك اللي تكون محبسه الخدمه وقاعده في الدار ومكفيه وعندها كلش وتقعد توجور تشتكي، باسكو بالك حسداتك في هذيك خدمتك. انت تبقاي تشوفي فيها راهي عايشه كي الملكه، ولا تشوفي فيها يعني مثال لمراه قاعده في الدار باش انتي يتشوش عقلك. كاين بزاف اللي دير لك عفايس باش انتي يتشوش عقلك وما تخميش مليح وما تعرفيش واش ديسيدي. هذه هي. انا حبيت نفهمك باللي لازم القرار انت اللي تتخذيه. وسمحي لي لا طولت عليك، انا قلت لك باللي راح نجاوبك في فيديو باش نعطيك تفاصيل وباش تفهمي مليح مليح باللي اي حاجه لازم انت اللي تقرريها، ولازم تكوني واعيه في هذاك القرار اللي راح تديه وتخمي فيه مليح مليح. انا قبل ما نجي هنا لفرنسا وقبل ما نحبس خدمتي خممت وخممت وخممت وديت فيها ليالي ونهارات وانا نخمم وانا نصلي في الاستخاره باش قدرت نديسيدي. وهكذاك وما حبسش خدمتي ديريكتومون، حطيت عام تاع لا ميزون ديسبو، ومن بعد عاود حطيت العام الزواج تاع لا ميزون ديسبو. كان عندي حق في عامين فقط. كي خلصوا لي هادو العامين، هاد العامين في الوقت تاع هاد العامين انا كنت او ميم طون راني نخمم اسكو نقعد هنا ولا نعاود نهبط. قادره نعاود نهبط يعني بين ليله وضحاها نعاود نهبط ونولي خدمتي ونولي كيفاش لي كنت. جيت هنا وشفت وعفت. هذه هي. المهم خمي وحدك وعرفي كيفاش تديري قرار، ماشي غير تقبضي وتحبسي. ولا كان اتخذتي قرار انك تقعدي في الدار، ما تقعديش يعني ما تحطيش لا ديميسيون تاعك ولا تسمحي في كلش ضربه واحده. دائما ديري فرصه للرجوع.
يعني مام الا قعدتي في الدار خلي واحد الفرصه للرجوع. يعني ديري لا ميزون ديسبو، ولا باغ اكزومبل رفدي كونجي تاع 3 شهور سون سولد، وقعدي وشوفي لا سيتوياسيون كيفاش، شوفي الحاله كيفاش، سورتو الحاله الماديه، باش راحنا نخرجوا ونخدموا. اي وحده في الدنيا هذه باش راهي تخرج وتخدم سي بوغ حالتها الماديه، ما نكذبوش على رواحنا، باش تكفي نفسك وباش تعاوني راجلك وباش تقمي دارك وباش تقنشي ولادك، باش تلبسيهم مليح، باش تشوفي ولادك لابسين خير من ولاد الناس، ماشي خير من ولاد الناس، مي على الاقل ما تشوفيش ولادك محتاجين، ما تشوفيش نفسك انت محتاجه لكل شيء، مش قادره تشري حتى حاجه. يعني توجور الجانب المادي هو اللي يخلينا نخرجوا ونخدموا. تكذب عليك اي وحده اللي تقول لك لا انا مستوسعه وانا غير نخدم باش نكون نفسي وانا نخدم باش نكون مستقله. تكذبي على نفسك. اي وحده راهي تخرج تخدم عندها جانب مادي، راهي رايحه على جالو. هذه هي. المهم خواتاتي، الفيديو تاع اليوم كان فيه تنظيف للصالون كما اللي شفتوا، وكان فيه طعيمه. قلت لكم كانت اليوم الجمعه درنا طعيمه، جات ما شاء الله. الطعيمه تاع اليوم درتها بالزبيب، يعني بالطريقه تاع تلمسان تاع بكري. وكما شفتوا كنت درت تنظيف عميق للصالون. هذاك هو التنظيف اللي يعجبني، تاع مسحي كلش الغبره، مسحي مور الفوتاي، مسحي مليح مليح. هذاك هو التنظيف يعني المخير اللي عندي. المهم درت هنا في التالي الطعام للمره الثانيه كان يفور. وهنايا الزبيب شوفوا من بعد ما تطيب المريقه نديروا له شويه سكر شويه قرفه ونزيدوا له المريقه. انا هنا نسيت درت المريقه هي الاولى، ومن بعد عاد درت له السكر والقرفه. السكر ديري تقريبا معلقه ولا معلقه ونص، هذا ما كان. والقرفه ديري على راس الملعقه، يعني نصف ملعقه صغيره كامل، ما ديريش معلقه الكبيره. هنا راني نحركهم مليح، قلت لكم باسكو ما درتهمش في الاول. وتخليوه يغلي 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 حتى يطيب هذاك الزبيب، يطرى ويتعسل، ويعني يدير هذاك العسل. ولهنايا كانت واحد الاخت سقساتني على الكسكاس تاع الحلفه، قالت لي بلي راني خايفه كي نطيب به يدير لي الريحه. شوفي اول حاجه بيتيه في باسينه تاع ما، يعني انا نصيحه نمدها لك باسكو انا هذا كي زفتته لي ما زفتته لي جديد تانيك فيه الريحه قاطعه. ولو كان طيبي به الطعام هذاك النهار الاول يجيك هذاك الطعام غير ريحه الحلفه. المهم بيتيه في الماء مليح، ومن بعد حطيه في كاش سطيحه ولا كاش بالكون ولا طاقه، خليه ينشف مليح مليح، لازم ينشف. ومن بعد رفدي شويه تاع الطعام، هذا ما كان كي ينشف يكون ناشفه، رفدي شويه تاع الطعام فتاته تاع طعيمه، يعني بلا ما تكوني ناويه ديري الطعام، ماشي هذاك النهار تكوني ناويه ديري الطعام. رفدي فتاته تاع الطعام وحطيها في هذاك الكسكاس، فوريها وعاودي لها، فوريها وعاودي لها، فوريها وعاودي لها. شوفي هذيك الفتاته تاع الطعام دوك تلصق فيها كامل هذيك ريحه الحلفه الاولى، يعني هذيك التفوار هذاك هو اللي ينحي له الريحه. من بعد كي تعاودي تخليه ينشف تتنحى له كامل الريحه، يعني تعاودي ديري الطعام مره واحده اخرى ما تجيش فيه كامل الريحه. وبالنسبه لطريقه الاستعمال، هنا كي تفوري به وديري به الطعام كي تكملي ما تغسليه ما والو، نفضيه مليح مليح من هذاك الطعام، ماشي كل مره تغسليه. اذا حبيتي المره الاولى تعاودي تغسليه، يعني فورتي به وتعاودي تغسليه للمره الثانيه داكوغ. مي باش تقعدي كل ساعه تغسليه معليش، ماشي اوبليجي تغسليه كل مره. ديريه في الطاقه ولا قلت لك في البالكون ولا هكا فوق. انا بارفو نحطه فوق الساشلانج، نخليه ينشف كامل هذاك النص نهار، يعني ندير الطعام الصباح نخليه العشيه كامل حتى مع مور العصر، نجبد هذاك الكسكاس تاعي نعاود ندخله ونخليه معلق في بلاصه اللي فيها كيما نقولوا فيها الهواء، شو ما فيهاش البرد، ولا تخليه في الحوش ولا تخليه برا باسكو يزنجر وييبس ويبقى يتفتت هذاك الحلفه تاعه، تبقى تتفتت له. الا بغيتي تحافظي عليه خليه في بلاصه تكون فيها الهواء بصح ما فيهاش البرد ولا لوميديتي، ولا باش تحافظي عليه لمده اطول. انا هذا راه عندي قريب في عامين، قولي عامين. في الاول كنت ندير في كي جيت لهنا ما كاش هادو هنايا، كنت ندير في هذاك الكسكاس تاع الكسكسياغ. ومن بعد عاود قلت لما قلت لها زيفطي لي الكسكاس تاع الحلفه، ما صبش كيفاش نجيبه معايا، زيفطته لي باجاج يعني مع هذوك اللي يجيو في الباطو، زيفطته لي وراني نطيب به ما شاء الله. ولهنا حبيت نشارك معكم البنات الصبيغه تاع تيك توك روعه صدقوني يا البنات. شوفوا انايا راني موالفه غير بالحنه باسكو حبست كامل الصبايغ، باسكو عندي شغل عندي مخزون التبويض قليل، وقال لك ما ديريش لي برودوي شيميك ايتو. مي هذه الصباغه ما شاء الله شغل غير كي الشامبوان ما فيهاش ريحه قاطعه، ماشي كامل قطعه على عينك ولا على الشعر ولا والو، ما تنفسيها نورمال. انا عندي لاليرجي تنفستها عادي، وطريقتها سهله مهله. شوفوا غير
ديروا شويه هكذا في يديكم، وديروا لي غون باش ما يكحالوش يديكم. ديروا لي غون، ديروا شويه كما هكذا، ديروا له شغل رغوه كما راكم تشوفوا يعني هكذا كما راني نعبص به كما هكذا. حاولوا تكثروا، انا درت غير شويه، كنت عاده ماشيه قلت نروح للدوش ونديرها. وديروها هكا ابليكيوها في شعركم بخصله غير بيديكم كما هكذا سهله، ما ديروا لا بغوص لهم يحزنون لا والو، تخرج لكم ما شاء الله. خليوها ربع ساعه ومن بعد شلوها غير بالماء، هذا ما كان غير بالماء، تخرج واحد لا كولور ما شاء الله. اللي حبت الرابط تاعها نحط لها الرابط في صندوق الوصف. قلت لكم تخرج واحد لا كولور ما شاء الله، شوفوا تخرج ناتوريل ما فيها حتى ايفي. شوفوا تحسبوا شعري ناتوريل، سورتو هذه راهم كاتبين فيها دارك براون يعني مارون فرونسي، هي يكتبوا فيها اون انجلي. هذه تشريوها يعني من الشوب تاع تيك توك. الناس اللي عندهم تيك توك يدخلوا للماغازان وين كاين تيك توك، يعني كاين الشوب ماغازان وتشري تغسلي تشري من تما. ولا حبيتي تشري يعني من التيك توك تاعي نبعث لك هنا لتحت في التعليقات، اللي حابه تشري تكتب لي تم في التعليقات، نحط لها الرابط نتاع التيك توك تاعي، وشري من هذاك الرابط باش يلحقك في اسرع مده. وشوفوا لي ما شاء الله فيها واحد والريحه اللي تقعد في شعركم، اللمعه اللي يقعد في شعركم ما شاء الله. شوفوا صدقوني روعه روعه، غير جربوها هذه الشابه ما شاء الله. وهذا التوب هذا القرعه هذه تقعد لكم بزاف بزاف. بالنسبه للناس اللي ساكنين هنا في فرنسا هذه راه دير 7 اورو 60 نورمالمون. كي نعاودوا يعني بدراهم تاع بلادنا نورمالمون دير واحد 170,000 180,000، بصح تقعد لكم مده طويله. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، في امان الله.